هم المسلمون أقصد يحبون العذراء ويمجدونها أكثر من بعض البروتستانت. ولا أقول أن البروتستانت أنكروا ظهور العذراء، فإن كان فرد منهم له اتجاه خاص فهذا لا يعني الجميع، لأني قرأت أيضا شهادة راعي كنيسة قصر الدبارة عن ظهور العذراء وهو بروتستانتي. بسأل الدكتور إكرام لمعي، دكتور القسم إكرام لمعي، رأي حضرتك إيه في مسألة ظهور السيدة العذراء؟ الحقيقة أنا عايز أفرق بين حاجتين، بين تقديرنا واعتزازنا بالسيدة العذراء وإحنا بنجلها ونقدسها سواء المسلمين أو المسيحيين. القرآن الاسم الوحيد المذكور لامرأة في القرآن هو السيدة مريم. احنا كانجيليين بنقدس العذراء وبنجلها. اما الحاجة الثانية اللي انا عايز افرق بين ده وده هو الظهورات اللي بتحصل لما ظهرت سنة 68 ولما ظهرت 86 ولما ظهرت في لجان كنسية هي اللي قالت ان العذراء ظهرت، والشعب هو اللي قال ان العذراء ظهرت، اللي هم شافوها يعني او شافوا الظاهرة. لكن انا بقى الحقيقة انا بأعتب على الدولة ان احنا عندنا علماء فلك وعندنا علماء في مجلس يعني المفروض هذه الظاهرة. حضرتك بتتكلم ان سنة 68 حضرتك مش معترض على فكرة الظهور من حيث المبدأ؟ ظاهرة ما ظاهرة الناس بتشوفها، الناس بتشوف انوار وبتشوف نور. فكان المفروض من اول ظهور يكون في لجان علمية اللي هو من سنة 68 مش لجان كنسية، مش ناس يقولوا احنا شايفين. ما في ظواهر كتيرة جدا. حضرتك بتقول ممكن ما تكون ظاهرة يعني لها تفسير علمي اكيد، يعني مش كل حاجة ممكن نفسرها بالعلم، يعني في حاجات ليها علاقة بالمعتقدات يعني لا. لما العلم يعجز، لما العلم اولا يعني اي دولة متحضرة في اي ظاهرة من الظواهر، يعني حضرتك في صراع الانسان ضد الطبيعة على مدى الزمن كان بيعتقد في كسوف الشمس وكسوف القمر انه في دي ظاهرة روحية وانه الحور بيخنقوها. لما العلم بيكتشف بتنزل دي من الناحية الدينية الى الناحية العلمية. الجن والعلاج بالجن والشياطين وحاجات زي كده، لما بيكتشفوا انه المفروض المريض يروح لدكتور او حاجة زي كده بيبتدي مساحة الخرافة بتقل في المجتمع العلمي. اللي احنا محتاجينه في مصر هو التفكير العلمي، انه اللي يدرس الظاهرة دي ليسوا رجال الدين وليسوا الشعب اللي هو بيتطلع الى الشعب المضغوط الفقير اللي بيتطلع في بطالة نسبتها عالية، في مشاكل، بيتطلع الى عناية من السماء، الى معونة من السماء. يعني بشوف دي يعني في وضع ما بيبحث عن شيء، يبحث عن الخلاص. طبعا بيبحث عن الخلاص، وبتظهر ظاهرة فلكية زي كده في وقت من الاوقات بسبب تغيير الجو، بسبب حاجات كثيرة. لكن انا ما اقدرش افتي الا وبقى طالب من هذا المنبر وهذا البرنامج الدولة ان لجنة علمية تبحث وتقول لنا ايه الموضوع. يعني ما نقدرش احنا نيجي عشان مجموعة اجتمعت وشافت انوار وشافت ظاهرة زي كده نقول دي العذراء مريم. يعني انا بشوف ده رأي حضرتك ولا رأي الكنيسة الإنجيلية عموما؟ رأي الكنيسة.
رأي الكنيسة ده بشكل عام. لان حضرتك ليه بترفض فكره ظهور العذراء؟ يعني من حيث المبدا ليه حضرتك بترفض الفكره؟ يعني احنا شكل من اشكال المعجزات. لا، احنا بنرفض ظهور اي قديسين في الارض، لانه طالما الاشخاص ماتوا وراحوا السماء ما يعني دورهم انتهى وهم موجودين في الارض، ما لهمش دور تاني دلوقتي. ده حسب اعتقادنا. حسب لان حضرتك ليه بترفض فكره ظهور العذراء؟ يعني من حيث المبدا ليه حضرتك بترفض الفكره؟ يعني احنا شكل من اشكال المعجزات. لا، احنا بنرفض ظهور اي قديسين في الارض، لانه طالما الاشخاص ماتوا وراحوا السماء ما يعني دورهم انتهى وهم موجودين في الارض، ما لهمش دور تاني دلوقتي. ده حسب اعتقادنا.